بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا. ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم في مجلس الإمام موطأ الإمام مالك رحمه الله، ومع الدرس الثاني من هذا الموسم. قال إمامنا رحمه الله: قال الإمام رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني توارد الحفاظ على لفظه، وخرجه الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن، يعني سنده كالشمس، وفيه بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من البلاغة: لو يعلم يعني ما في الآذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هذا فضل. ثم قال: ولو يعلم ما في التهجير لاستبقوا إليه، هذا فضل. ثم قال: ولو يعلم ما في الصبح والعتمة وهي صلاة العشاء لأتوها ولو حبوا، كلها فيه تشجيع. يعني كان يكفي لو يعلم ما في، يعني يجمع الأمور الثلاث، لكن لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا خص التهجير؟ لماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خص الأذان؟ الأذان قال لو يعلم فعل مضارع، إذا جاء الفعل المضارع يدل على الاستمرار. فعل المضارع يدل على ماذا؟ على الاستمرار، كما أن فعل الماضي يدل على الثبوت والتحقق. فعل المضارع يدل على الاستمرار، أي دائما سيستمر الناس في ماذا؟ في القرعة، وسيستمرون ماذا؟ في الاستهام من أجل من يؤذن، وسيستهمون من يدخل في الصف الأول. لهذا كان الآذان هذه الشعيرة، لو يعلم ما في الآذان لاستهموا عليه. لكن المؤذن لا بد أن يكون عالما بماذا؟ بأحكام الآذان. فالآذان فيه التثنية، الآذان لا بد أن يكون فيه التثنية: الله أكبر الله أكبر، ولا يربع. الخطأ اللي كنديرو احنا يعني في الموجود في الولاية عندنا ماذا نعمل؟ الله أكبر الله أكبر صحيح، ثم لما نأتي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. نجمع بين التثنية وعدم الترجيع. هذا لم تأتي به الرواية. احنا المؤذنين وش كيديروا؟ الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يرجع. هذا الصورة المعمول بها في المذهب المالكي، وهو عمل أهل المدينة إلى يوم الناس هذا. أهل المدينة لما كانوا يؤذنون، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، علمه ماذا؟ التثنية في التكبير والترجيع في الشهادتين. ذكروا نكتة: لماذا يرجع المؤذن؟ لماذا؟ يعني لماذا؟ ما هي النكتة الترجيع؟ لماذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله؟ لماذا يرجع المؤذن؟ ما هي النكتة؟ ذكروا نكت. أول نكتة ذكروها أن هذا فيه حتى يتدبر الإنسان كلمة التوحيد وكلمة الشهادة، يتدبرها.
هذا فائدة معنى الترجيع. وقيل الترجيع، النكتة الثانية قيل أن الترجيع فيه إغاظة للكفار فيخفض بها الصوت ثم يرفعها إغاظة للكفار. والنقطة الثالثة قال أن أبا محذورة لما كان في قومه وكان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيا، يعني أنا هذا كنت شديد عليه أرني نقول أشهد أن لا إله إلا الله، فاستحيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك، فبقي الترجيع. هذا القول الثالث، يعني بقي الترجيع، يعني قال ارفع صوتك فبقي الترجيع. هذا الترجيع. التثنية تكون مع الترجيع، والتربيع يعني تربيع الآذان كما عند الشافعية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والتربيع يكون مع عدم الترجيع. احنا مشكلة نتسنوا ولا نرجع، هذا لم يقل به أحد من الأمة. مثلا إنسان كيأذن، احنا في الولاية عندنا هنا اللي بغينا ننبه للخطأ، ماذا نقولوا الله أكبر الله أكبر ثم نقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا، دون ترجيع. هذه الصورة لم تأتي في أي رواية. هذه منتشرة ولا مش منتشرة؟ هذه منتشرة يعني يثني ولا يرجع. هذه لم تأتي إما إذا كنت لا تريد الترجيع فربع التكبير حتى توافق أحد صور الرواية. والأضبط هو ما كان عليه عمل أهل المدينة، حتى لما جاء محمد بن الحسن الشيباني يكلم مالك في مسألة الآذان قال وما زال المؤذنون يؤذنون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يعني هذا الأذان فيه عمل يوم وليلة، يمكن يتغير؟ لو يتغير لقام الصحابة ولقام أبناء الصحابة ولقام من جاء من بعدهم من التابعين. لو يتغير ما تغيرش. فثبت أنه لا بد من التثنية ولا بد يعني الترجيع. الآذان فيه شروط. وش هي شروط المؤذن؟ آذان، شروط الآذان وش هي؟ الصوت، حسن الصوت شرط كمال ليس شرط صحة. شروط صحة الآذان البلوغ، بارك الله فيك، زيد العقل، زيد الإسلام، الطهارة شرط كمال، الطهارة شرط كمال. يعني هذا يعني لو مؤذن ما هوش طاهر نقدر نقول باللي أذانه صحيح إذا لم يكن بالغا. ومع الكراهة يعني نقول شرط صحة. شرط صحة أي أن الأذان هذا يبطل. قلنا الإسلام وذكرنا العقل وذكرنا البلوغ. هذه يعني مجمل الشروط التي ذكروها. وذكروا شروط كمال حسن الصوت، الطهارة، هذه شروط كمال، شروطه كمال ليس شروط صحة. كنت مدعو يعني قبيل يعني أيام في مسجد وأذن صبي هو اللي يرفع الأذان. ما حكم هذا الأذان؟ يعقل مميز. مشهور المذهب تاعنا، مشهور المذهب لا يصح أذان الصبي للبالغين، لا يصح. احنا مشهور المذهب لا يصح آذان الصبي للبالغين، هذا مشهور المذهب لا يصح. لاش؟ لماذا لا يصح؟ وش هي العلة؟ علاش لا يصح؟ قال لك الحاج اللي يعقل ويأذن من حور الإشكال. لماذا لا يصح آذان الصبي للبالغين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن أحدكم، فخاطب من؟ خاطب الصحابة. من في الصحابة؟ من هو بالغ. فلما كان من هو بالغ المخاطب أي فهم من هذا الحال أن غير البالغ لا يؤذن من للبالغ، أن غير البالغ لا يؤذن البالغ. ويستحب آذان الصبي لأصحابه، يعني قرنيا تاعه يستحب آذان الصبي لأصحابه فقط. احنا ولات عندنا الآن فوضى فقهية والناس مولاش تعتني بأحكام الآذان واللي يجي يأذن، وإلا هي الصبي لا يصح آذان الصبي للبالغين. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ لو يعلم ما في الآذان، لو يعلم، ما حددش الخير. وش هذا الخير؟ قيل من خير وبركة كما رواية أبي الشيخ، ولكن لو يعلم ما في الآذان
من خير وبركة لاستهموا عليه. الاستهام ورد في القرآن مع نبيين، استهام القرعة وردت في القرآن. المورد الأول وين؟ يونس. وش قال؟ فساهم فكان من المدحضين، يعني دار القرعة. والموطن الثاني وإذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أقلامهم. وسمي السهام استهاما لأن في السهم كانوا يضعون اسمياتهم، يضعون الاسم على السهم فيضعون، فيأتي الآخر يتخير سهم، فسمي بذلك الاستهام والاقتراع. هذه القرعة. لكن القرعة في الآذان مشكل. قالوا وقتاش نديروا القرعة في الآذان؟ متى نذهب إلى القرعة في الآذان؟ هذا هو السؤال المطروح. هل اللي يبغى يأذن نقول له روح أذن؟ متى نذهب إلى القرعة بالآذان؟ عندما يستوون في حسن الصوت وحسن يعني رفع الصوت. لما يستووا في الصوت حسنا وأداء هنا نذهب للقرعة. وإذا ما استواش حسن الصوت أداء لماذا اشترطنا في الصوت؟ شوف في التراويح مثلا قال لك ما اشترطش أن الإنسان يكون عنده صوت حسن، بل عدوه من علامات الساعة، صح. في الأذان لماذا اشترطوا الصوت الحسن؟ ترغيب في الصلاة. لماذا؟ يعني العلة وش هي؟ العلة منصوص عليها في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: علمه بلال فإنه أندى منك صوتا، نص عليه. وفي التراويح ولا صلاة النافلة زجر عن أن الناس يتتبعون حسن القراءة ولا يتجاوز قراءتهم، يعني هذا فيه زجر. فشوف في الآذان قال لا، علموا بلا فإنه أندى منك صوتا، فاشترطوا حسن الصوت. لما يستوون في حسن الصوت هنا نقول لهم ماذا؟ لا بد من الاقتراع، والاستهام. صلى الله عليه وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.